أجيب دابا. إلى من يفترض بهم أن يكونوا إخوانا لنا وصهروا البارحة فرحين لأصغر كبواتنا، أخاطب الجهال منكم ولا أخاطب أولي الألباب. إن ظنكم بأن استهزاءكم بنا يجعلنا نضعف، ذلك والله أذل لكم ولنا أشرف. فقد قال أبو الطيب المتنبي: ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري، ولا عرفت سحري بابل، وإن أتتك مذمتي من ناقص فذلك شهادة بأني كامل. فيا جاهل منذ فجر العصور وأنت تتفاخر بما ننجز ونكمل. فعندما تفاخر بأن العرب هم أول من أسس علم العمران والاجتماع، تنسى أن من أسسه هو مغربي واسمه ابن خلدون. أنتم تفتخرون أنه دفن على أرضكم، ونحن نتعالى لأنه ولد على أرضنا. وعندما تفاخرون بأن العرب حكموا الأندلس في يوم من الأيام، تنسوا أن من فتح الأندلس هو مغربي اسمه طارق بن زياد، ومن وحد الأندلس والعالم الإسلامي هو مغربي آخر اسمه يوسف بن تاشفين. وعندما تفاخر بأن العرب أوصلوا الفكر الإسلامي إلى أوروبا في عصر النهضة، تنسى أن الذي أوصله هو مفكر مغربي اسمه الحسن الوزان أو ليون الإفريقي كما يلقبه الغرب. عندما تفاخر بأن العرب هم أول من بنى جامعة علمية في تاريخ البشرية، جمعاء مستمرة من القرن التاسع ميلادي إلى يومنا هذا، سبقت أوكسفورد وهارفارد وسوربون، تنسى بأنها جامعة القرويين المغربية بمدينة فاس المغربية التي شيدتها امرأة حرة مغربية اسمها فاطمة أم البنين. وعندما تفاخر بأن العرب هم سبب التقدم التكنولوجي في العالم بأسره باختراعهم لبطارية الليثيوم، تنسى بأن مخترعها هو مغربي اسمه رشيد اليزامي. وعندما نستعمل عبارة وغيرهم الكثير ممن ساهم في هذا الإنجاز، تعود جملتنا بالعطف على ابن بطوطة وابن سينا والمهدي بن تومرت وعبد الكريم الخطابي وعبد الملك السعدي قاهر العثمانيين وحاد مدهم وغيرهم الكثير ممن ساهم في هذا التاريخ. حذري وبابا. فكيف أخجل من كبوتي يا جاهل وأنا مصدر فخرك منذ أن بزغ فجر العرب، وهذا الذي منا سترى حتى توارى الترى، فهي أشياء لا تشترى. أما بخصوص تلك اللعبة الترفيهية التي تسمى كرة القدم، فيكفيني فخرا أن من يفرحني فيها هو منتخب بلادي إن نجح، ومن يبكيني فيها هو منتخب بلادي إن كبر. أما أنتم فتبكيكم منتخبات بلادكم، ويفرحكم المغرب إذا خسر مباراة في النهائي. قبلة أستاذ. هادشي دابا اللي قال كله عصارة عطاها لنا في هذا الفيديو، نحلف عليها تبون ما يفهمها، والله تبون ما يفهم كل شيء. قاعد الشيء اللي قال هذا الأستاذ هذا يكتبون رئيس دولة، وهذا السيد هذا مواطن مغربي بسيط. تبون ما يفهمش، هذا خصو يمشي يقري تبون كيفاش بدا يهضر قدام الميكرو قدام الكاميرات، كيفاش الصحافه فاش يعطيوه السؤال ما يقول لهمش مازال ما ولداتو شمو كما قال في الخطاب الاخير. بزاف ديال الحوايج.